بعد ما مات بابا وانا البنت الكبيره، انا اللي تكلفت وانا اللي خدمت، بديت كنصرف عليهم. ماما وخواتاتي بزوج. العمر كيجري، بقيت خدامه. خواتاتي البنات اللي صغار مني تزوجوا، وانا اللي عاونتهم وانا اللي وجدت ليهم واي حاجه خصاتهم. انا بديت كنفكر في راسي، كاع اللي قدي تزوجوا وولادهم كبروا وانا غير كنخدم وما درت حتى شي حاجه في حياتي. هاد الموضوع ضرني في خاطري، والهضره ديال الناس والتسوال، امتى نفرحوا بيك، امتى تزوجي. بديت كنفكر تا انا في الزواج، واللي في السن ديالي يعني الفرص قلالو. هادشي غير الهضره ديال الناس، بطبيعه الحال كل واحد كيجي النصيب ديالو. ولكن كيقلبوا على البنات الصغار وانا 37. داكشي علاش فاش جاتني الفرصه ديال انني نتزوج وخطبني السيد واخا كبر مني وفايتني ب15 عام، قلت فرصه وجابها الله وما نطلقش منها. وافقت عليه واخا كان فرق السن كبير، قلت ماشي مشكل، المهم حتى انا نتزوج. وهذيك الهضره ديال الناس ولا ثقيله عليا، مبقاش كنحمل نسمعها. حتى ماما عجبها وقالت لي بالنسبه للسن راه ماشي شي كبير نيت. السيد مثلو المراه عنده ولد كبير ومزوج. قلت ماشي مشكل، المهم ولا لاباس عليه. الشرط الوحيد ديالو هو انني نجلس من الخدمه. قلت له الخدمه هي باش معيشه الدار، وهي اللي خلاتني وصلت لهاد السن. كنت كنرفض الزواج على قبل دارنا. قال لي وانا راه قادر على الوالده ديالك، ما يخصها حتى شي خير. تزوجت به، وعلى هاد الاساس ديال انه يصرف على ماما وافقت نخرج من الخدمه. سكنني في الدار ما كنتش كنحلم بيها. عشت بخير، ما خصني حتى شي حاجه. دازت واحد 6 شهور، وحتى انا بديت كنقلب على الولد، واخا يعني المده ماشي طويله. صبرت يعني باش نكمل عام. هنا بديت خصني كنقلب شنو السبب، وما غاديش نقول هو السبب وعنده ولد. بديت كنشوف الاطباء، وفعلا اكدوا لي انني عندي مشكل وخصو العلاج. وحتى داك العلاج النسبه ديالو ماشي مضمونه 100%، ممكن وممكن لا. داكشي علاش فوت امر لله وقلت هذا هو نصيبي، نعيش ونحمد الله. حتى السيد ما كانش عنده مشكل، قال لي راه بارك عليه غير داك الولد، والحمد لله. السيد ما كان خصصني حتى شي حاجه، حتى من الدار اللي كنا ساكنين فيها كتبها لي في سميتي. كنت عايشه بخير. لكن الجانب العاطفي والشخصي بيني ومع راجلي ما كانش تلهيه. سيد كبير ولا عمر غير امراض، بحال جاب شي وحده غير تخدمه وتهلا فيه وتكون يعني تقابلوا. وانا ما شفتش هاد الزواج من الجانب السلبي، شفتو من الجانب الايجابي. وقلت حتى انا راه جاب لي الله راجل تهلا فيا وتهلا في الام ديالي وكتب لي الدار، واخا كاينين شي حوايج ناقصين، ولكن هو راه صبر عليا وانا ما كنولدش وما تفرقش معايا. حيت هادشي كان كيضرني في خاطري وكيأزمني نفسيا. كنت كنحاول نلقى شي مبررات باش نهون على راسي براسي. بقيت عايشه بخير، ولدو كيجي بيناتنا الاحترام، الامور كلها مزيانه. مرتو شويه اللي ماشي تلهيه، منفخه متكبره، كتجي وكتهضر من فوق خاطرها. انا كلشي كداكشي ماكش كنديها فيه، كندير على قبل راجلي، على ولد راجلي اللي هو ظريف معايا، ما عمرو خسر لي خاطري. مرض راجلي، مرض دخل السبيطار اللي بقى فيه ما كملش واحد السيمانه، تقريبا واحد 5 ايام. كيوصيني على ولدو وكيوصي ولدو عليا، كيقول لي تهلا فيها، تهلا فيها بزاف. هذه راه هي اللي وقفت معايا، وهي اللي خدمتني في اخر ايامي، وهي المهم كيشكرني ليه. وهو اصلا كان كلشي شايفه على عينيه، وكاع اللي عطيتو ليها او كتبتو ليها راه تستاهلو. حتى هي راه صغر مني وقبلت عليا وتهلات فيا. سيد كان كيعترف بهادشي كامل. المهم راجلي توفى. دوزت واحد الفتره اللي هي شويه صعيبه، اكتئبت وحزنت عليه الصراحه. واخا هكاك خلا بلاصتو. ولدو دار بالوصيه، كيجي يطلع عليا كيقول لي شنو خاصك، اجي عندنا للدار بدلي الجو. الا مشات زغبني الله ومشيت عنده للدار وبدلت الجو،
مرتو ما كيعجبهاش الحال. داكشي علاش قلت بلاش، شديت رجلي عليهم. هو كيجي عندي بزاف، كيتقدى ليا، كيطلع ليا، يعني بحال كيجي عند باه كيف كان، ما تبدلش، بقى معايا حتى انا. غير يحط رجليه في الدار يبدا التليفون كيصوني. انا ما كنسمعش شنو كتقول هي، ولكن الهضره ديالو هو في الاول غير الملامح ديالو كانوا كيبينوا اشنو كاين. يعني راه معصبه وراه كتنقر عليه. بعض المرات ولا كيخرج يمشي لبيت اخر او يخرج عند الباب ويبقى يهضر، وانا من يعني داعي الفضول صافي كنتصنت عليه. ومن خلال داكشي اللي كيقول ليها كنعرف اشنو قالت لي هي. كيقول لها حشومه هادشي، هذيك راه مرات الوالد، كيف ما كان الحال راه خصنا نردوا ليها البال، ووصاني عليها، والسيده ما دارت غير الخير. كتقول ليه مرات الوالد اللي سمعها يقول عندها 70 عام، السيده راه مازال صغيره. انا من خلال داك الاجوبه اللي كيجاوبها هو كنستنتج اشنو كتقول هي. يعني انا مازال صغيره وما خصوش يجي لعندي وما خصوش يهضر معايا، خصو يقطع العلاقه نهائيا. هنا داك الغيره ديالها والكره ديالها ليا فتحوا عيني على بزاف ديال الحوايج اللي هما اصلا ما مزيانينش، ولكن الشيطان زينهم ليا غير باش نرد ليها الدقه وننتقم منها على داك الكره اللي كتكرهني. واللي جا في بالي انني نتندمها، وهاد راجلها اللي داير لي هاد الحاله نجر رجيتي ونخليها تفقس مزيان. هادشي اللي جا في بالي، انا ما فكرتش في العواقب ولا شنو غيوقع من بعد. وراجل كيبقى راجل، هو مسكين